يلا يا شباب، فيديو النهارده هنتكلم عن افضل لاعب تقدر تتعاقد معاه من باكج التعاقد، عشان نعرف ناس كتير محتاره تتعاقد مع مين وفي ناس اخطأت في التعاقد. فتعالى النهارده اعرف مين بقى اللي هتتعاقد معاه. بس ما تنساش الستوري بتاعنا تحت في اول كومنت، انزل اشترك معانا في الستوري هتلاقي هدايا كتير، واشترك معانا في قناتنا واللايك الشجيع. ويلا بينا على افضل لاعب تتعاقد معاه من باكج التعاقد. طب يا شباب، في الاول كده اعرف معاك كام عقد ترشيح، وعشان تعرف معاك كام عقد ترشيح فهتمشي معايا الخطوات دي. هتضغط هنا وهتضغط هنا، وبعد كده اضغط في المكان ده تحت كده عندك، واعرف انت عندك كام عقد 5 نجوم وكام 4 وكام 3، ولكل عقد هقول لك على لاعب تتعاقد معاه. تمام؟ طيب انا معايا هنا 3 ومعايا 7 4 نجوم، ومعايا عقدين بس 3 نجوم. فهنشتري لكل عقد لاعب، وتعالى اقول لكم افضل لعيبه تتعاقد معاها. طبعا زي كل مره بقول لك انت بتدخل بتشوف بتلعب بخطه ايه المره دي، وايه المراكز اللي انت محتاجها، ولو ما لقيتش مراكز محتاجها فبتجيب افضل لعيبه يعني ممكن تستخدمها في المستقبل. فانا لو بصيت على خطتي يعني بصراحه انا مش محتاج اي حد في اي مركز، كلهم كويسين جدا، والاحتياطي بتاعي كله تمام جدا. فتعالوا مع بعض كده نشوف لو انا هفكر اتعاقد مع مين اجيب مين، وارشح لكم مين. فندخل دلوقتي على التعاقد. طب يا رجاله، دخلنا دلوقتي على باكجات التعاقد. لو بصينا فيه 3 باكجات، والتلاتة كل باكج فيه لاعب كويس او لاعبين ينفع ان انت تتعاقد معاهم، او يفضل ان انت تجيبه للفريق بتاعك. لو بصينا على اول باكج كده بشكل سريع، نبص على اللعيبه الموجوده فيه، فهنلاحظ هنا مجموعة قوية جدا من اللعيبة، 6 لعيبة. ولو بصينا كده أول نظرة عينينا هتقع على مين؟ على رافينيا. طيب لو بصيت على رافينيا كده يا شباب، متهيألي 90% مننا معاه نسخة رافينيا، والنسخة دي يعني طاقته مش الواو قوي اللي انت هتلعبه ويكون لاعب أساسي. خد بالك من الحتة دي. فبنصحك ان انت ما تجيبوش. هو اسلوب لعبه كويس، اللي هو لاعب ما بين الوسط والهجوم، اللي هو الهول بلاير كاسلوب لعب، لكن كطاقات مش الواو قوي ان انت تضيع عليه عقد 5 نجوم، عشان في لعيبه تانية ممكن تحتاجها. فاول حاجه كده كنسلنا رافينيا ده من وجهه نظري. لو انت محتاجه هاته، بس انا بقول لك بلاش رافينيا. تمام؟ هنيجي نشوف اللاعب التاني، لاعب رايت باك بيلعب باسلوب ظهير مدافع، اللي هو ديفنسيف فول باك، اللي هو كاسيدو. طبعا اللاعب كويس جدا كطاقات، وانا عامل له تطويره قويه جدا وهنزلها لك. لو انت حابب تجيب اللاعب ده فهو لاعب كويس جدا، يستاهل ان انت تصرف عليه. ده 5 نجوم، وطبعا بالتطويره اللي انا هقول لك عليها فهيكون لاعب كويس جدا. تمام؟ يبقى اول لاعب انا شايفه اللاعب ده كويس جدا. اما بالنسبه لباقي اللعيبه فانا شايف ان هم مش طاقتهم واو. تعالوا ندخل على الباكج التاني عشان في كلام برضو في الباكج ده. لو بصينا هنا في الباكج ده في مجموعه من اللعيبه، ومش 5 نجوم، لعيبه 4 نجوم كويسه. عندنا مثلا لاعب دي ام اف، ده طويل جدا بطول 190، بوكس تو بوكس، عمره صغير بس طاقته مش عاليه قوي. تمام؟ وهنا ده لاعب هول بلاير تقريبا، اللي هو ما بين الوسط والهجوم، وده 4 نجوم. ده يستاهل ان انت ممكن تعمل معاه تعاقد. اما بالنسبه للاعب ده فهو معقول الى حد ما محطم، ميزته ان هو طاقاته سريع. اللاعب ده ميزته ان هو طاقاته سريع، بس برضو مش هنتعاقد معاه. ونروح للباكج التالت اللي فيه كلام شوية، عشان هنا قبل ما اصرف ال5 نجوم على الباكج ده بلاعب بيكون قوته 93. تعالوا بص الباكج ده، باكج رايق وفيه لاعبين كويسين. بصوا كده معايا. لو بصينا اول حاجة عننا هتقع على رياض محرز. طبعا رياض محرز ممتاز جدا بدون كلام، بس هنا ناقص ان هو مش مدينه مهارة الدبل تاتش، فمش معاه مهارة الدبل تاتش، فهتضطر ان انت تديله مهارة الدبل تاتش عشان يشتغل معاك. طبعا هنا يتميز بالتحكم في الكوره وسرعه جري بالكوره والاستحواذ في مساحات ضيقه، اللي هو تايت بوزيشن. فهو متميز بالحاجات دي. ولكن طاقاته يا جماعه، لو انت بصيت على الطاقات فهي متوسطه. حبيت تلعب في الطاقات بتاعته عشان تعلي حاجه على حساب حاجه، فهتلاقيه مش كويس قوي. يعني مش هتعرف تلعب في حاجه، يعني مش هتعرف تقلل له سرعه الجري بالكوره ومهاره يعني الحاجات اللي عنده دي هتقللها على حساب حاجات تانية، مش هيكون كويس. فنبعد عن رياض محرز عشان هو لاعب متوسط. خد بالك، متوسط من وجهه نظري. لكن لو بصينا بقى على مين بقى، كولوبالي يا جماعه. كولوبالي ده انا قارنته بالنسخه البوستر اللي نزل، اللي هو شو تايم بوستر، لقيت الطاقات قريبه جدا من بعض. السرعه هنا بتوصل ل 83، الالتحام الجسدي 95 او 93، وباقي المهارات دي بتكون حوالي 93 94 97. فارقام تخوف جدا، الارقام مهارات الدفاعيه. فكولوبالي لو انت ما عندكش نسخه ليه يفضل ان انت تجيب كولوبالي. اول اختيارنا يا شباب بدون نقاش، بنصحك ان انت تجيب كولوبالي، وهتدعي لي لما تجيب اللاعب ده. يعني سواء بقى عندك
لاعب دستورير قوي، هدا يكون احتياطي ليه. كولوبالي النسخه دي مش هتتعوض، كولوبالي النسخه دي مش هتتعوض. فمعاكوا كولوبالي كويس. مش شايف طبعا اي حد تاني من الباكج غير كولوبالي. كولوبالي يا جماعه نسخه مش تعوض. اوعى اوعى تروح تجيب رياض محرز او رافينيا وتضيع منك نسخه كولوبالي ده. دفاعك لما يكون كويس هجومك هيكون كويس، دفاعك هيشيلك حاجات كتير، والضغط طبعا هيكون عليك كتير. فكولوبالي هيغطي جامد جدا، وجربه. الطول بتاعه 187، كويس جدا جدا. فانا برشح لك في فيديو النهارده تجيب كولوبالي، وقول لي انت اتعاقدت مع مين. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. اشوفكم في حلقه جديده، الى اللقاء.